تعرف إن 98% من حالات التبني في اليابان بتكون للرجالة الكبيرة مش للأطفال؟ ثقافة الشركات اليابانية بتتميز بإنها شركات عائلية 100%، وإدارتها لازم دايما تكون من جوه العيلة مش من بره. بيرفضوا رفض قاطع فكرة إن الست هي اللي تدير الشركة حتى لو كانت ورثاها، فبيضطروا أصحاب الشركات لما ما عندهمش ولاد إن هم يتبنوا رجالة غرب عشان يورثوهم شركات. وده لأن توارث الشركات في اليابان جزء أصيل في ثقافتهم، وتقاليد ورثوها من البوذية وحضارة الساموراي من أيام القرن ال13. بيشوفوا إن التوريث ده بيديهم هيبة ونفوذ في مجتمعهم حتى لو كان اللي بيدير الشركة دي هو ابن بالتبني مش من نفس النسب. وغالبا بيكون مع أو بعد عملية التبني دي مراسم اسمها الأومياي، وده جواز بيكون مترتب للابن اللي اتبنوه مع بنت المدير التنفيذي للشركة، وده عشان يكملوا الأسرة وكل حاجة في الشركة تبقى منهم فيهم، يعني زيتهم في دقيقهم. شركة سوزوكي اللي بتعتبر من أكبر الشركات اليابانية المعروفة، تخيلوا إن المالك الحالي للشركة دي هو الابن الرابع من سلسلة الأبناء بالتبني. تخيل.